لبست مايوه كل المعازيم زيها كانوا لابسين مايوهات، واللابوبو هو أكتر حاجة كانت موجودة في المكان. الدنيا اتقلبت ما بين بحر وحمام سباحة ومكان للألعاب. أختها الكبيرة ما كانتش موجودة معاها لأول مرة، وأبوها قلب الدنيا علشان خاطرها. وقفت ترقص مع مامتها، وأول مرة الموضوع يبقى كده. وجدتها كانت موجودة لأول مرة في مناسبة زي دي قدام الكاميرات. عيد ميلاد كنز بنت محمد رمضان كان السنة دي مختلف عن أي سنة فاتت. يا ترى مين كان المفروض يكونوا موجودين وما حضروش؟ وإيه حكاية التورتة الخمس أدوار؟ وهل فعلا جابوا للبنات ميك اب ارتست عشان فقرة من فقرات العيد ميلاد؟ وايه اللي عمله رمضان لاول مره بسبب بنته؟ تفاصيل كتير في عيد ميلاد كنز وكمان غريبه. خليكم معايا وهتعرفوا بالظبط ايه اللي حصل. عيد ميلاد كنز بنت محمد رمضان السنة دي كان مختلف في الآخر. كان طبعا معمول في الفيلا بتاعته زي كل سنة، بس كانت في جنينة الفيلا اتحولت على شكل لابوبو. من أول التورتة اللي كانت عبارة عن 5 أدوار ومتزينة باللابوبو، لحد كل الديكورات اللي حواليها وكمان الأماكن اللي اتعملت مخصوص للتصوير عشان العيد ميلاد. كنز كانت مفاجأة هي وأصحابها طبعا بشكل كبير، وده بعد ما ظهرت طول العيد ميلاد بمايو بيكيني. وما كانتش لوحدها، لا، كان اللبس الرسمي للعيد ميلاد، وكانوا صحباتها كلهم بمايوهات زيها. ده غير إنها غيرت من ستايل شعرها شوية، وكان في خصلة بيضة زي اللي عاملها نمبر 1 بالظبط. محمد رمضان ما سابش بنته اغلب العيد ميلاد، وكان شايلها وبيتصور بيها في كل مكان في الديكورات اللي اتعملت لها مخصوص. والمفاجاه ان هو كان لابس سوت ابيض كات، وبرده بالنضاره الشمس اللي اتشهر بيها. بس المجوهرات والالماظ اللي بيلبسهم على طول كانوا قليلين، ويا دوب هي سلسله صغيره بس. كنز كملت تصوير مع اخوها ومامتها في الديكورات، وكانت مامتها مش بتسيبها، واخوها شالها وكمان اتصور معاها. بس المفاجاه ان اختها الكبيره من ابوها ما كانتش موجوده، زي عادتها مش بتظهر معاهم في اغلب الاحتفالات او المناسبات. ودي حاجه غريبه شويه لانها دايما موجوده معاهم في كل المناسبات. بس كمان موجود ناس كتير من أصحاب مرات محمد رمضان، وكمان والدته اللي نادر جدا لما بتظهر في مناسبات زي دي. بس المرة دي كان الموضوع عائلي أكتر من إنه مناسبة عامة ومن أي مرة فاتت. طبعا بعيد عن التورتة، كان معمول في الفيلا كلها عربيات للأكل، في منها الكاترينج ومنها جزء فشار وحاجات تانية للأطفال كتير. ده غير بقى الفقرات اللي كانت معمولة مخصوص لكنز وأصحابها، واللي بدأت من حمام السباحة والألعاب في المية، واللي كانت سبب إن لبس العيد ميلاد يكون مايوهات عشان يتماشى طبعا مع الألعاب اللي في المية وحمام السباحة. لحد ما اتعاملوا مع البنات على إنهم ستات كبار فجأة، وكان موجود ناس مخصوص عشان تعمل لهم فقرة سكان كير وعناية بالبشرة. وفعلا البنات الصغيرة دي قعدت وعملت ماسكات وحركات كتيرة بفريق كامل متكامل علشان خاطر عيونهم، وكانت الدنيا معاهم يعني آخر دلع. ده غير بقى الرقص اللي كانت فيه كنز ووالدتها وأخوها كمان، واللي كان على أغاني محمد رمضان وعلى أغاني غيرها كمان. واليوم بدأ من أول النهار لحد بالليل علشان يبقى يوم في حياة كنز ما تنساهوش أبدا. انتوا بقى ايه أكتر حاجة لفتت انتباهكم في العيد ميلاد ده؟